صباح الورد يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة سهل جدا لكن مهم جدا. ازاي ندمس الفول؟ كل سنة وانتم طيبين. السحور وطبق الفول اساسي عندنا على كل سحور، وحتى في ناس بتفضل طبق الفول كمان لازم يبقى اساسي على الفطار. فالفول معانا في رمضان وجبة اساسية. اللي ما بيعرفش يعمله يحضر عندي، لانك هتقدري تعمليه بكل تكاته وهتتمكني فيه. تمام. انا واثقه من اللي انا بقوله، ما فيهوش اصلا صعوبه تماما، لكن في بعض التكات لو نفذتيها هتوصلي بالفول لافضل نتيجه، افضل كمان من بتاع بره. يا ريت تسمعي كل التكات معانا، كمان مكون سحري مفيد مغذي. ما تقوليليش بقى لا لون صناعي ولا بابريكا علشان نوصل للون الفول الجميل. يا ريت تسمعيني لغاية الآخر، يلا بينا. اللهم إني وكلتك أمري فكن لي خير وكيل، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا نص كيلو من الفول البلدي الجميل، غسلناه كويس جدا وسبناه منقوع طول الليل. قمنا الصبح بقى بصينا عليه، لقيناه شارب 3/4 المية. الحباية كده نفشت وبيضت وبقت جميلة. هنبدأ كده ننزل عليه بمعلقتين كبار من العدس الأصفر، طبعا تكوني غسلتيه. وكمان بديل العدس الأصفر هو الفول المدشوش، ده عندك أو ده عندك بتوصلي لنفس النتيجة. لكن طبعا الفول المدشوش بيبقى برضو بأمانة جميل جدا. لكن لو عندك العدس ما تكلفيش نفسك وتشتري فول. المكون السحري بتاعنا هو البنجر، اللي أنا بستخدمه في صلصة، في محشي، في سلطات، في عصاير، وكمان هنحطه على الفول. هنبدأ بقى ننزل. طبعا الفول بتاعنا بما انه شرب المية لازم نزوده ونغطيه كويس جدا بالمية. انا هنا بوريكي، بصي الحبايه نفشت ما شاء الله وبقت اتضاعفت جدا. ودي نقطه مهمه جدا يا جماعه في تسويه الفول. يعني لو ما نقعتيش الفول بتاعك هيبقى مختلف تماما. اول تكايه عندنا النقع طول الليل، وكمان معلقتين العدس وحبه البنجر اللي انتي مقطعاها، وبعدين نارك عاليه بقى على البوتاجاز وتنزلي بالحله بتاعتك او الفواله، وبعدين تبدأي تتابعيه. هيظهر لك ريم كده على وش الفول، تبدأي تشيليه واحدة واحدة، ما تسيبيهوش غير لما تماما يبدأ يختفي الريم. طبعا النار شغالة، المية بدأت تغلي معانا زي ما انت شايفاها كده، والريم كمان بدأ يقل أو يخف. امتى هنوطي؟ انا دلوقتي وطيت النار لكن مش نار هادية، وطيتها بسيط عشان اقدر اشتغل على الفول واشيل الريم بتاعي. طبعا من ضمن النقط المهمة جدا انك تسيبي المكان بتاعك، الحلة اللي انت هتسوي فيها الفول او الفوالة فيها نفس، ما تبقاش مزنوقة بالفول. ودي نقطة مهمة. يعني كمية المية التلتين وكمية الفول هي التلت. تمام. بصي بقى النار انا وطيتها شوية، لكن دي ما تعتبرش يعني مش نار منخفضة يعني. تمام. بصي بدأ الفول يتكتك زي ما انت شايفاه كده على الاخر كده. احنا هنبدأ بقى نهدي النار تماما، نار بقى سهراية خالص. يعني مفيش حاجة بسيطة، لكن في نفس الوقت ما ينفعش الفول بتاعك ينام، لازم يفضل يتكتك. لو الفول بتاعك نام من الغليان، سوى الفول هيبوظ ولونه كمان هيبوظ، ومش هتوصلي للسوى اللي انت عايزاه. يبقى انا اوطي جدا سهراية، وفي نفس الوقت فولي لسه بيغلي تكتكة كده خفيفة، لكن ما ينفعش يهدى وينام. هنبدأ بقى نكمره بقطعة من الفويل، سواء كانت حلة او فوالة او اي حاجة بتسوي فيها، وبعدين الغطا بتاعنا ونتك كويس جدا علشان البخار هو اللي هيسوي الفول بتاعنا. الفول ده يا جماعة اسمه فول مدمس، يعني من الاخر بتدمسيه كده على نار هادية وعلى البخار اللي طالع من الفول. كل ساعة بقى تبصي على الفول بتاعك علشان تزوديه بالمية السخنة. اوعي تزودي الفول بمية باردة، المية الباردة هتأثر على لونه وهتسمره، والمية الباردة هتفصل القشر عن الحباية ومش هتكمل سوى الفول مظبوط. الفول لازم يبقى متغطي كويس. يبقى كل ساعة بفتح وابص على الفول، محتاج مية بزوده مية سخنة، البراد بتاعي سخن على طول او الكاتل بتاعي، وازود منه على طول اول باول.
هافضل بقى كامراه وكل أمّا أفتح عليه أرجع أكمره وأسيبه على نار هادية. هنا هابدأ أشيل بقى قطع البنجر بعد ما نزّلت لونها زي ما أنتِ شايفة كده، يعني البنجر بتاعي أنا مش هاسيبه جوّه الفول، في الربع الأخير من التسوية، يعني قرّبتِ تطفي على الفول، هتبدئي تقلّبي الفول بتاعِك كده زي ما أنا باقلّبه، عادي خالص لو اتهرى منِّك ما فيش أي مشكلة، إحنا كده بنهرسه يعني، فما فيش أي مشكلة، هتبدئي تقلّبي كده الفوالة أو الحلة بتاعتِك اللي بتدمّسي فيها من فوق لتحت لغاية ما تطلّعي كمية البنجر اللي أنتِ حطيتيها كلّها، هتلاقي البنجراية ما شاء الله فصلت اللون تمامًا، يعني نزّلت اللون كلّه على الفول. وطبعًا البنجر ما شاء الله كلّه حديد وغِذا. بُصّي منظر الفول جميل لكن لسه ما كمّلش سواه، هنبدأ نزوّده عشان لازم يبقى متغطّي تمامًا بالمَيّة، ونرجع نكمره تاني بقطعة الفويل والغطا بتاعه ونرجّعه على النار تاني، ونسيبه لو أنتِ مولّعة من الساعة 09:00 تطفي 09:00. على فكرة أنا كان الفول بتاعي استوى كمان قبل ما يعدّي 12 ساعة. بُصّوا منظر الفول يا جماعة ولونه تحفة، والله ولا نشا علشان يدملك، ولا بابريكا، ولا كركم، ولا لون صناعي، ولا أي حاجة. يا جماعة الفول ما ينفعش يتحط عليه أي توابل، ولا يتحط عليه توم، ولا طماطم، ولا الحاجات غريبة دي، الفول لازم يفضل محتفظ بطعمه، وإحنا بنوضّبه نضيف إضافاتنا بقى توابلنا، طماطم، بصل، توم، براحتك، ده في التوضيب. على السحور بقى على الفطار براحتك، لكن وأنا باسويه يا جماعة ما فيش أي إضافات تمامًا، وأتحدى أي حد إنه مش هيطلّعه بطريقتي باللون والشكل ده. بالهنا والشفا، وصفة سهلة، اتبعوا الخطوات بالضبط وهتوصلي لنتيجة عالمية. كل سنة وأنتم طيبين. لو وصلتِ معايا لغاية هنا أنا لمياء علام ودي قناتي، أتمنى تعملي لي لايك وتشرفيني باشتراك في القناة.